السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بنات ويا شباب. طبعا رجعنا لكم من جديد ببرنامج جديد وشرح جديد للبرنامج. البرنامج هو تغيير أشكال الماوس. البرنامج هذا اسمه جرافيكس لتغيير أشكال الماوس كما هو واضح بالشكل الماوس مالتي. شكل الماوس مالتي هذا طبعا مو بس هذا الشكل، بأشكال هواية. أول شي راح أعلمكم الطريقة اللي تحملون منها البرنامج. طبعا تذهب للجوجل، تخلي الرابط مالت البرنامج اللي أنا حخليكم إياه أسفل الفيديو إن شاء الله، تبحث عنه، تنتظر، راح تطلع لك إيرور عادي حتى يتأكد إنك مو روبوت. تسوي إعادة تحميل، وإذا ما طلع لك الإيرور مالته عادي تيجي تحمل البرنامج من الموقع الأصلي اللي هو ميديا فاير. طبعا أنا ما ححمل البرنامج لأن أنا محمله، لذلك راح أعلمكم شلون تستخدمونه. طبعا ورا ما تكمل البرنامج، يعني ورا ما يكمل التحميل يمك، لا تفتح البرنامج إلا تسوي ريستور للجهاز. تجي هنا وتسوي له ريستور من هنا. اوكي، طيب تفتح البرنامج. طبعا راح يفتح يمك انجليزي، تجي لهنا هاي تحاول تختار اللغة اللي تعجبك. هاي اللغات مالتنا، انا مختار سعودية عربية اللي هي اللغة العربية، تسوي له يس. تمام، يفتح يمك البرنامج. هاي اشكال البرنامج، اشكال الماوس يعني. عندك الذهبي وعندك الايد وعندك الهرمي وعندك الكهربائي وعندك القلب وعندك قطرة الماء. عندك اشكال هواي. مثلا تجي على هذا الشكل على سبيل المثال، تسوي له تطبيق، راح يطلع عليه مثل الماوس، تسوي له ريفرش. طبعا انا ارجع للماوس مالتي، انا اللي جبنا هذا الشكل. تمام، سوي له تطبيق. هسه البرنامج هذا كمل. طبعا البرنامج مو مضغوط بدون ضغط لان الموقع الاصلي كامل هو والكراك مالته. اتمنى لكم يعني انه تستفادون من هذا الشرح وتستفادوا من هذا البرنامج يا رب، لان شيء كلش حلو لللابتوب. اي برنامج يعجبكم تريدون ننزله ان شاء الله بشرح، ادعموا القناة باللايك وادعموا القناة بالاشتراك، ويوصلكم كل شيء جديد ان شاء الله. وانتظر طلباتكم من خلال التعليقات، وما قصر وياكم ان شاء الله. ادعموا القناة حتى نقدم لكم كل شيء جديد. مع السلامة.